فريق مليان مواهب، بس كان محتاج العقل اللي يجمع المواهب دي ويصنع بيهم فريق يخلي الكل يعمل له ألف حساب. منتخب نيجيريا كان بيعاني أواخر الثمانينات من تغيير المدربين، يعني أي مدرب مهما كان إنجازه مع أي نتيجة غير مرضية يمشي. يعني مثلا المدرب الألماني مانفريد أوينر وصل معاهم نهائي كأس أفريقيا 88 بس أخفق في أولمبياد سول يمشي. بعده النيجيري بول هامilton ماشي كويس في التصفيات وكسب الكاميرون بس خسر من الجابون في الجابون يمشي. يوم 10 يوليو سنة 89 بدأ المدرب الهولندي كلارنس فيسرهوف مهمته مع منتخب نيجيريا، كسب أنجولا وآخر مباراة في المجموعة كانت ضد الكاميرون في ياوندي، كان محتاج يتعادل فخسر 0-1 وخرج من تصفيات كأس العالم. فيسرهوف مدرب بدأ مشواره التدريبي وهو شاب صغير عنده 26 سنة، ما مارسش كرة القدم كلاعب محترف، دخل التدريب على طول، كان مساعد في فرق زي فيتيس في هولندا وزي فاينورد، لكن الراجل عمل مشاكل كتير لحد ما الاتحاد النيجيري كان بيدور على مدرب فطلبوا من الاتحاد الهولندي يرشحوا لهم مدرب فرشحوا لهم فيسرهوف. بعد الخروج من تصفيات كأس العالم اجتمع فيسرهوف مع يوسف علي رئيس الاتحاد النيجيري وقتها وقال له اديني 3 سنين وانا هخلي محدش يقدر يكسب منتخب نيجيريا في افريقيا. ويبدو ان علي اقتنع وبدأ فيسرهوف تنفيذ خطته. فيسرهوف كان بيلف نيجيريا كلها بحثا عن المواهب، ونيجيريا بلد مساحته كبيرة ومش كل البلاد فيها مطارات، وبيحكي انه كان بيأجر تاكسي عشان يوديه حتت بعيدة ومنهم كادونا اللي اكتشف فيها دانيال اوموكاشي اللي بعدها هيسافر يلعب في بروجي البلجيكي سنة 90، او بورت هاركوت اللي هيجيب منها فيني دي جورج اللي هو واحد من اهم اللعيبة في تاريخ نيجيريا بعد كده. وفي اول مشاركة رسمية للفريق وصلت نيجيريا لنهائي كاس افريقيا 90 في الجزائر وخسرت من الجزائر 0-1. بعدها بسنتين وصل منتخب نيجيريا لمباراة المركز الثالث والرابع في افريقيا 92 وكسب الميدالية البرونزية بعد ما كسب السنغال والكاميرون، بس خسر من غانا في قبل النهائي، ودي كانت رابع مرة على التوالي نيجيريا تتأهل فيها لقبل النهائي البطولة دي، بس ما كسبتهاش ولا مرة في الأربعة. بعد الفشل في البطولة دي فيسرهوف اعتقد انهم هيمشوه، لكن لقى المسؤولين في نيجيريا بيجتمعوا معاه عشان يكمل، فقال لهم ان الفلوس اللي الفريق بياخدها كدعم من الحكومة على ما توصل من الحكومة للاتحاد للفريق بتكون نقصت نصها، فانا عايز الفلوس دي تيجي من الحكومة للفريق مباشرة عشان اعرف اكمل واستعد فافو. بس من الوقت ده فيسرهوف بيقول ان ابتدى يبقى له اعداء في نيجيريا، ووعد فيسرهوف المسؤولين بانه هيكسب كاس افريقيا 94 وهيوصل كاس العالم 94. نيجيريا اتأهلت للدور التاني في تصفيات كاس العالم من غير مقاومة كبيرة، ووقعت في مجموعة واحدة مع كوت ديفوار بطل افريقيا 92 والجزائر بطل افريقيا 90 عشان يتأهل فريق واحد بس مونديال 94. والبداية مع كوت ديفوار في ابيجان. فيسرهوف كان مستغرب جدا ان فريقه وصل ابيجان قبل الماتش بيوم واحد وما كانش عنده فرصة حتى للتعرف على ملعب المباراة. رشيد ياكيني جاب جول اول 5 دقايق وتقدمت نيجيريا وجات لهم فرصة تسجيل هدف تاني، لكن سامسون سياسيا فضل التسديد على انه يمرر لياكيني فضاعت الفرصة. في الشوط التاني كوت ديفوار سجلت مرتين وكسبت 2-1. نيجيريا بعدها كسبت ماتشين ليجوس بنتيجة واحدة 4-1، وكل مرة كان ياكيني بيسجل مرتين، واتبقى مباراة واحدة ضد الجزائر في الجزائر والتعادل يصعد نيجيريا، فنيجيريا تعادلت 1-1 واتأهلت لكأس العالم لأول مرة. نيجيريا كمان اتأهلت لكأس أفريقيا 94 في تونس، وهناك دانيال اوموكاشي بيقول ان اللعيبة حتى بينها وبين بعض كانوا شايفين انهم يستحقوا يفوزوا بالبطولة دي وان مستواهم بعيد جدا عن باقي الفرق. الفريق قدر يوصل النهائي وكان عليه مواجهة زامبيا، ووقتها فيسرهوف حذر فريقه ان زامبيا غير قوتها فعندهم حافز كبير للمكسب وهو تعويض جمهورهم عن اللعيبة اللي ماتت في حادثة الطيارة، ده غير انهم واخدين تعاطف الجميع وفوزهم هيكمل القصة الرومانسية ان الفريق كله يموت وبعد سنة واحدة
يقدر الفريق يرجع ويكسب. فيسترهوف اضطر انه يستغنى عن ستيفان كيشي كابتن الفريق في النهائي. كيشي كان مصاب في ركبته ماتش كوت ديفوار، فقرر فيسترهوف انه يبدأ المباراة وقتها بإيمانويل إيمونيكي اللي ما شاركش في اي مباراة في البطولة، كان جناح شمال. وكسب فيسترهوف الرهان وسجل إيمانويل مرتين وكسبت نيجيريا 2-1. بعد البطولة كان الفريق عليه الاستعداد للمونديال 94، فلعب 4 مباريات ودية، خسر من كولومبيا والسويد ورومانيا وكسب جورجيا 5-1، وطلع بعدها على أمريكا عشان يلاعب فرق المجموعة الرابعة الأرجنتين وبلغاريا واليونان. فيسترهوف بيقول انه اتمارس عليه ضغوط وقتها عشان يضم لعيبة زي تيجاني بابانجيدا اللي كان وقتها بيلعب في فريق رودا وهولندا. بابانجيدا كان لسه وقتها ما راحش اياكس، على حساب واحد زي فيكتور إجبيبا اللي كان متألق مع موناكو في فرنسا، لكنه رفض ده وأصر على ضم إجبيبا. نيجيريا أول ماتش فاجئت العالم بأداء في منتهى القوة ومكسب عريض على بلغاريا اللي كانت طلعت فرنسا من التصفيات وكسبتها 3-0. مكاسي ومسلسلات منتهى الخطورة، هو جول، ما هو جول، خطرة رشيد ياكيني، يا سلام يا رشيد ياكيني، نجم النجوم، عرض منتهى الخطورة، يلا بقى، هو جول وراس طول، خطرة جول دانيال مكاسي، يا سلام على السيمفونيك بيرقص دانيال مكاسي، طفي اختارك كويس قوي الراجل ده، رشيد ياكيني ملوش حل، وكان الكرة العرضية، هوبا جوه جول ايمانويل، يا سلام ده نيجيريا. وبعد كده خسرت بصعوبة من الأرجنتين 1-2 وكسبت اليونان 2-0 عشان تتصدر المجموعة الرابعة مع انبهار الجميع بمستوى الفريق اللي مش بيخاف من أي فريق كبير ولعبته مش حاسة بأي خوف من اللعب في المونديال. تصدروا مجموعتهم وهيلعبوا إيطاليا اللي أدائها كان مهتز شوية في الدور الأول، واتأهلت للدور الثاني بصعوبة كواحد من أفضل توالت، وبدأت أصوات ترشح نيجيريا للفوز باللقب مش مجرد إنها تكسب إيطاليا. فيسترهوف بيقول إنه قبل ماتش إيطاليا لاحظ إن اللعيبة مش مركزة كويس لأن زوجات اللعيبة كانوا مقيمين معاهم في الفندق، فطلب من وزير الرياضة اللي كان متواجد معاهم إنهم يغيروا مقر إقامتهم، وفعلا حجزوا في فندق تاني، بس قوبل قرار الانتقال ده والرفض من اللعيبة. فيسترهوف بيعتقد إن الفريق خرج من المونديال بعد الموقف ده مش بعد مباراة إيطاليا. اتقدمت نيجيريا الشوط الأول وتراجعت الشوط التاني للدفاع، لكن قبل النهاية بدقيقتين روبرتو باجيو يخطف التعادل لإيطاليا ويسجل الهدف التاني في الوقت الإضافي من ضربة جزاء عشان تخسر نيجيريا وتخرج من المونديال. فيسترهوف أجبر خلال المباراة على إخراج 2 من أفضل لعيبته للإصابة، دانيال أوموكاشي وإيمانويل إيمونيكي اللي سجل الهدف، والبدلاء أوليها وديبوجو ما يقدروش يصمدوا أمام خط وسط إيطاليا دينو باجيو وروبرتو دونادوني، في الوقت اللي كان فيه رشيد ياكيني لوحده قدام بلا أي خطورة في وجود أكتر من مهاجم على الدكة زي إكبيبا والسياسيا. بعد كأس العالم فيسترهوف قدم استقالته ومرجعش حتى نيجيريا مع الفريق، ومساعده جوبون فرير كمل المهمة مع المنتخب الأولمبي عشان بعدها بسنتين يكسب ذهبية أولمبياد أتلانتا في وجود أغلب العناصر الأساسية في مونديال 94. الحقيقة كليمنس فيسترهوف نجح في 5 سنين إنه يصنع فريق بيلعب كوحدة واحدة وبيكسب بطولة أفريقيا ويوصل لأدوار متقدمة في المونديال. سنة 2014 فيسترهوف كان صرح إن سيبانه المنتخب في الوقت ده كان غلط كبير، وإنه حقق إنجاز في كأس العالم وكان المفروض يبني على الإنجاز ده بعد كده إنجازات تانية أكبر، وإنه كان مقرر ده حتى قبل كأس العالم إنه هيسيب نيجيريا بعد المونديال فساب الفريق.